عندنا في المناطق الشعبية، ولو في حد من منطقة شعبية زي حالاتي كده هيفهم كلامي. لما بيكون في حالة وفاة ما بنشغلش التلفزيون بصوت عالي أو ما بنشغلش الأغاني بصوت عالي، وساعات ما بنشغلش التلفزيون خالص لمدة يوم أو يومين، علشان برضه نشارك جارنا أو صاحبنا أو أهلنا الأحزان، نوع من أنواع المشاركة في الأحزان. ما ينفعش مثلا إن أنا أعلي التلفزيون أو أشغل تلفزيون وأرقص أو أشغل أغاني وأغني معاها، حاجة عيب. ساعات كمان لو في حد عنده فرح وحصلت حالة وفاة لجاري في نفس اليوم ده، بحاول ان انا اغير مكان الفرح او انقله في مكان تاني. لو الفرح ده بيتعمل عند العروسة، لا نعمله عند اهل العريس مثلا او في مكان تاني يكون بعيد شوية عن حالة الوفاة او عن حالة الحزن. هو ده اللي اتربينا عليه في الاحياء الشعبية. يا رب تكون الرسالة وصلت لاهل السعودية واهل الرياض. احنا بس بنفكركم ان الاخوة مش بالكلام، الاخوة افعال. بالفعل وبالإحساس، كن ضي وبسمة ونجمة ودليل في طريق حلمنا وفي كل زمان، وحدة كل الأوطان، كل الخلافات حتزول وكفاية إنك إنسان.